السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا خوتي في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو كما شفتوا معنا في العنوان غادي نهضروا على مباراة إسبانيا وفرنسا، وفوز إسبانيا وإرجاع المنتخب الفرنسي إلى حجمه الأصلي، وإسقاط القناع المزيف المخيف اللي كان كيرتاده المنتخب الفرنسي طيلة هذا كأس العالم، ولكي يأتي منتخب إسبانيا ويسقط هذا القناع ويظهر الوجه الحقيقي للمنتخب الفرنسي. مباراة سيطرت فيها إسبانيا، مباراة أبهرت العالم فيها إسبانيا، لاعبا تكتيكيا، روحا، رغبة في كل النقاط التي تتعلق بالمباراة. ففي هذا الفيديو غادي نهضروا في هذه المباراة ونحللوها، وأيضا غادي نهضروا في أين أخطأ المنتخب المغربي والحاجات اللي احنا غلطنا فيهم، ومنتخب إسبانيا لقن درس فيهم للمنتخب الفرنسي. ما علينا، نبداو الفيديو ديالنا فيلا بينا. أول حاجة نظر عليها أخوتي، حنايا كاملين يعني كاملين أعطينا واحد القيمة كبيرة للمنتخب الفرنسي، والقيمة اللي عطيناها للمنتخب الفرنسي ما جات من الفراغ، جات على أداء قوي بين على المنتخب الفرنسي في هاد كأس العالم، في مباريات تفوق فيها لا في الأهداف لا في الحضور لا في التركيز لا في الرغبة لا في كل شيء. ولكن كنظن أننا خطأنا كاملين مجددا بأننا زيدنا كبرنا واحد شوية من شأن المنتخب الفرنسي، واللي لقنتنا درس منتخب إسبانيا أننا ما كانش علينا أن نعطيو هذه الأهمية كاملة. كتبقى راه كرة القدم 11 لاعب ضد 11 لاعب، خصك غير تعرف تلعب كرة وتكون عندك رغبة مزيانة وتحترم التكتيك والشيمة ديالك. هادشي اللي دارت اسبانيا وما درناش حنا يا خوتي. المغرب دخل خوفان، دخل مخلوع، وكاملين شفنا اللاعبين ديالنا كيفاش كانوا مرعوبين في قبل ما تبدا المباراة، وبلا ما يجي شي واحد يقول لي ولا وحنا والعياء وواحد الهضره اخرى كتدخل، انا هذيك هي اللي كتفشلني كثار. لا المنتخب المغربي هو المنتخب الواحد، راه حتى وهبي قالها في مؤتمر صحفي، هو المنتخب الواحد اللي لعب مع هولندا من 10 الاوائل، ولعب مع فرنسا من 10 الاوائل، ولعب مع البرازيل من 10 الاوائل. يا اسبانيا لعبت لك مع ماشي غير جوج ولا ثلاثه من 10 الاوائل، راه لعبتهم من مور بعضهم. لعبت لك مع بلجيكا، لعبت مع البرتغال، لعبت مع بلجيكا، لعبت مع فرنسا، ثلاثه فيهم من مور بعض. يعني بلا ما نبقاو ندرقوا الشمس بالغربال، صافي ما لعبتيش، ما قدمتيش اداء وما عملتي حتى مجهود، صافي اعترف بلي انك خافتي من المنتخب الفرنسي، خافتي من الاسماء اللاعبين ديالهم، خافتي من الاداءات اللي كيقدموا، رعبوك، دخلوا خلاوك تغلط، استفدوا من الاخطاء ديالك، سجلوا عليك جوج اهداف، رجعوا اللور واستراحوا باش انهم يركزوا في النصف النهائي. يعني نفس الدرس اللي منتخب فرنسي لقنوا لنا، اسبانيا جات ولقناته لهم، بلي ان دابا حنايا فرنسا جات خدنا برافو ليكم، وصلتوا للربع النهائي المره الثانيه على التوالي، واه تبارك الله عليك، هادشي مزيان. ولكن ها الليفل اللي خصك تركز عليه الا بغيتي تكون من مرشحين بكاس العالم. جات فرنسا شنو قالت، جات اسبانيا شنو قالت فرنسا؟ قلت لها بغيتي تكونوا من المرشحين مزيان، برافو ليكم، هاد يعني الخدمه مزيانه، ولكن اذا بغيتي تفوز بكاس العالم ها الليفل اللي خصك تفكر فيه. يعني فرنسا طرشت المغرب، وجات اسبانيا طرشت فرنسا. واخا ندوزو دابا للمباراه، وغادي نديرو فيديو واحد اخر من مور هذا ان شاء الله، نهضروا فيه على البطوله الافريقيه التافهه، الدوري الرمضاني اللي غادي يبدا موتسيبي في افريقيا. غنشرحوها ونشرحوا قوانين ديالها والافكار التافهه ديالها، سمحوا لي ولكن انا ضد هذه الفكره هذه. ونهضروا على المؤتمر الصحفي بعجاله، غير بعجاله، ديال اللي دار محمد وهبي، واللي كنظن انه مؤتمر صحفي بليد، والتوقيت ديالو زعما عملوها قبل ما تلعب فرنسا، زعما قبل ما حيت كاين احتماليه فرنسا كانت غطير ياك، ملي غطير فرنسا الشعب غادي يسخط كثار، وداك الشيء اللي كان. حنا نديروا مؤتمر صحفي قبل باش حنايا فهمتي زعما نحيدو. كنظن انا مؤتمر صحفي بليد
كان خص إذا بغيتي تعمل مؤتمر صحفي على الأقل خلّي تالي البطولة، تبرد الأجواء، الناس بعدا تنسى غير داك الأداء المخيب للآمال. حنايا السادسين عالميًا دخلنا لعبنا كأننا الخامسين عالميًا ضد فرنسا، ما لعبناش بديك الوجه ديال السادسين عالميًا. يعني كانت واحدة من أحرج الأداءات اللي قمنا بها في التاريخ، فالخروج والتحدث في مؤتمر صحفي والبطولة باقي خدامة، ومنتخب اللي جمع معاك بطرشة، راه لعب تقريبا واقيلا في نفس النهار ولا نهار من مور الندوة الصحفية ديالك، وجمع حوايجه ومشى بحالو بطريقة حتى هي مرة مخيبة للأمل للفرنسيين، بنفس السيناريو تقريبا، بنفس النتيجة، ديك الشيء اللي عملوا لنا عملته لهم اسبانيا. فبالتالي غنهضروا في واحد الفيديو واحد اخر مسيباري على هاد الندوة الصحفية اللي دار محمد وهبي، وغنهضروا على ديك الدوري الرمضاني اللي غيبدا موتسيبي في افريقيا، اللي سماوه دوري واقيلا دوري الامم. انا بغيت خصهم يقلبوا الاسم من دوري الامم الى حرب الامم، حيتاش الطريقه اللي غيعملوا بها هاد الكاس هادي ونظموا بها راه ماده خام للكوميديا، باش نكون معكم واضحين. يعني الناس اللي كتعمل الكوميديا راه موتسيبي عطاكم واحد الصندوق ديال اللعاب، راه ما تسحب الطرولات، تسحب الميمات، يعني راه ما تعدلوا مع راسكم وتنشئوا مع راسكم. ما علينا، نبقاو في الموضوع ديال هذا الفيديو اللي هو المباراة ديال النصف النهائي الأولى اللي كانت ما بين فرنسا وإسبانيا. أول حاجة كنبغي نعتذر المنتخب الإسباني والstaff ديالو والمدرب ديالو واللاعبين ديالو، حيتاش التوقع ديالي كان كيصب في الصالح ديال المنتخب الفرنسي، ولكن ماشي من فراغ. ولكن في نفس الفيديو ديال القراءة الفنية اللي قمنا بها، قلتكم وعبرتكم على الطريقة الوحيدة اللي تقدر بها إسبانيا لو أنها قامت بها تقدر تفوز بها على فرنسا وغدوز، رغم أنني قلت أن فرنسا اللي كنظن كنرشحها أنها تدوز، إلا أن عملت لكم واحد القراءة على في حالة إسبانيا بغات تدوز ها السيناريو اللي خصها تلعب به، وما خيبتناش الظن ديالنا إسبانيا ودخلت ولعبت بنفس السيناريو اللي هدرت به أنا، اللي هو الضغط الشرس من الدقيقة الأولى وانقطع جميع الكرات على اللاعب أوليسي، والفصل بين الهجوم وخط الوسط، ماشي غير فصل ما بين الخط الهجوم وخط الوسط. إسبانيا علت النيفو كتار وفصلت ما بين الخطوط الأربعة كاملة. تقول لي ويلي سي محمد راه كاينين ثلاثة الخطوط، نقول لك لا 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 كاين حتى الخط الرابع اللي هو الحارس ديال المرمى، وعلى شوية وشحال من مرة كانوا كيكونوا علين يخليوه يرتكب أخطاء وتحول إلى أهداف، وقاموا بعمل جميل جيد جدا كوحدة ملتحمة. هذه اللي ما كانش عندنا ضد فرنسا حنايا، اللي هي منتخب كامل من الشبكة المهاجم لاعب بلحمة وحدة، ماشي شي كيشرق شي كيغرب شي ما عرفش فين يوقف، شي خمسة بعدا لاعبين في بوست ماشي ديالهم ما كيعرفوش يلعبوا فيه. يعني نظام ممنهج. راه عرفتي باش نجي نقول لك انا المدرب الاسباني مريح بيدري في دكة البدلاء. دابا نعملوا في راسنا حنايا ما تفرجناش في اسبانيا في المباريات اخرين وما عارفينش علاش بيدري مريح. راه تسمع بيدري مريح في الباندا وداخل في بلاصتو فابيان رويس، راه تقول لي وايلي سي ما كيرون هاد المدرب الاسباني واش باغي يخرج على بلادو ولا ما فهمتش. ولكن هنا كتجي الدور ديال المدرب، ما كاينش حاجه اسمها نجم في اسبانيا، ما كيعرفوش شي حاجه اسمها نجم. راه لامين يامال وكان يبقى كان ما يعطيش ولا غيخرج، ولا باغي يشبر كره وبغى يزيد فيها ولا غيخرج، ولا كاع ما يقدرش يلعب كاع. راه نيكو ويليامز راه قيمه وعطى المنتخب الاسباني وبان، خصوصا في البطوله الاوروبيه الاخيره اللي فازت بها اسبانيا على انجلترا في الدور النهائي، وسجل صافي ما عاطيش كتجلس الباندا سي محمد. وماشي تينا جالس في الباندا ولا اللاعبين ديال الدكا راه ما عندكم حتى شي قيمه، لا عندكم قيمه، غير هو خصكم تكونوا صبورين، وانا بالضبط غنعرف ويا ندخلكم، وفي ديك الساعه اللي غادي ندخلك انت ما خصك تعطيني الفارق. والدليل على ما اقول هو اللاعب مورينو، ما كيتشكى ما والو، كيدخل كيدير الخدمه ديالو، ميكانيسيان بلومبي. عرفتي ديك السيد اللي كيكون يا في العائله ديالكم يا كيكون كيعرف 7 صنايع كاملين كيعرف يعمل، والعائله كامله جيران كلشي كيعاون كلشي.
يا خويا تخسرت له الطوموبيل كيعدلها له، يا خويا تخسر له بالابور كيعدلوا له، يا خويا تخسر له بغى يعلق الرويقان كيعيط له، يا خويا بغى يعدل الكريفو ولا ديال الماء ولا الروبيني كيعيط له. هو هذاك مورينو كتداخلو كيدير الواجب. يعني لاعب مدرب إسباني الصراحة بيّن لنا واحد الحنكة قوية في هذه المباراة على أن الأسماء لا تهم، وإنما المنظومة وطريقة اللعب ديال المنظومة وكيفاش غادي تلعب كوحدة هي الأهم. وهذا الستيل اللي إسبانيا طورته خصوصا من بعد ما ظهرت أوبانس تيكي تاكا، واللي بدا هو ديال بوسكي في مونديال ديال 2010 فاش إسبانيا بدات كتلعب بطريقة ديال تيكي تاكا والاستحواذ على الكرة، الضغط العالي، وأيضا كيطلعوا بالدفاع ديالهم حتى لمنطقة الجزاء ديال الخصم وكيضغطوا عليك تمايا، كيضغطوا عليك ضغط شرس، كيسترجعوا الكرة بسرعة. الحارس أيضا كان في نهارو البارح، ورغم أن فرنسا ما شكلتش شي خطورة ولكن فين كانت القوة ديال الحارس، المساحة اللي كانت في خلف المدافعين كان كيغطيها هو، بمعنى انه كان كيقوم بخرجات مميزين كيقطع ديك الكرات الطوليه اللي كانت فرنسا السلاح القوي ديالها في هاد كاس العالم هو ديك الكرات. الحارس الاسباني البارح قال لهم عرفتي شنو كاين تحريم اللعب، كتجي شي كره كيكون هو الاولاني فيها، يا كيخرجها نتوش يا كيشبرها كيلعبها. يعني كان واحد التناغم، واحد التناسق ما بين اللاعبين ديال الاسبان ماشي عاديين. بالنسبه للمنتخب الفرنسي، المنتخب الفرنسي ما فهم والو، ولكن النقطة اللي حولت المباراة الصراحة اللي دخلت فرنسا في النفق المظلم هي ضربة الجزاء لوكاديني. لوكاديني اخوتي هضرت عليه انا في تحليل المباراة ديال المنتخب المغربي مع فرنسا قبل المواجهة. خوتكم اخوتي والله حتى عندنا دوسوتريس احسن من فرنسا. كوندي اسم كبير كيلعب مع برشلونة ولكن كمزراوي وحكيمي مع الديني وكوندي راه حنا احسن منه، ولكن المنظومه ديالنا ما عرفتش تخدم، ما خدمتش مزيان. عاد زيد عليها دخلنا مزراوي، دخلنا الدفاع ولعبنا صلاح الدين تما، يعني قتلنا حتى ديك الدري قتلنا كاع. ديني قدام المغرب بان هو رونالدو الظاهره يا جدك، راه ضرب علينا برا اخوتي، ضرب علينا جيزه، راه ضرب واحد الكره راه كان يسجل علينا، واخا عمرو سجل في كاس العالم كنا حنا المغرب كنا نعملوا معاه صداقه جاريه ويخليه هو يسجل باش يفرح هو ويفرح عائلته، واذا عنده شي وليدات هما يفرحوا. يعني الصراحه من واحد صداقه جاريه بديك المنتخب مباراه فرنسا اللي ما نساوهاش حنا المغاربه بعدا، والله ما غنساوها وما تبلعناش. شي كنا تقصينا بواحد الاداء واعر كنا صافي غنساو، يعني صافي بحال 2022 لعبنا كره زعما خلقنا فرص ولكن تقصينا صافي، لعبنا كره حق هذه ما غادي تنساش، هذه تسقط العهوده فينا، خصوصا من بعد ما اسبانيا اسقطت القناع المرعب ديال فرنسا. سيدي واش هذه هي فرنسا اللي خلعكم رق 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 صافي جمعي حوايجك لا تباتيش هنا صافي. يعني ما عطلوهاش فرنسا من بعد ضربة الجزاء وركلة المواي تاي اللي قام بها اللاعب ديني وضرب لامين يامال في منطقة الجزاء بطريقة غبية. حاليا باريس سان جيرمان يلا مضات مع هذا اللاعب لوكاديني باش انه يلعب معاهم مجي من استون فيلا. لويس انريكي يكون دابا كيفتش على على الفاكتوره اللي كيراو بها، عرفتي باش كتبغي تمشي لشي محل ترجع شي سلعه تبدلها ولا يجبرو كيفتش دابا لويس انريكي على الروسي فين هو باش يمشي يبدلو ولا يبدلو مع شي معد بدني ولا ماشي مشكل اخي عطينا معد بدني، لا ما خصنيش ملاعبي انا صافي ما بقاش خصني ملاعبي، عطيني شي معد بدني شي واحد كيعمل ماساج. ماشي مشكل. فرنسا في ضربة جزاء خرجت من المباراة. اسبانيا هافين عجبتني اسبانيا عاود ما عطاوهاش لامين يامال حيت هو النجم، هو الاضواء مسلطة عليه، هو كل شيء. لا عطاوها زابل شبرة شاطة تقنية، نزل لك في الشبكة ضمن لك هدف. كاين لا بانينكا ما كاين لا عدس لا لوبيا، كاين لا دليها لا نصف نهائي كأس العالم سميتك. جانا بينالتي كنركزوا فيه وكنسجلوه صافي كنجمعوا ونطويو.
تقول لي بانينكا ولا جمع راسك معايا الله يرضي عليك. هادوك عندنا حنايا، هادوك اللي حنا عندنا النجوم. هاد الموضوع عاد نطرقوا له في فيديو اخر، غنطرقوا له ان شاء الله في اللي دارتكم عليه. صافي السيد جاتو ركله جزاء، عطاوها المختص ديالهم، سجلها، قدموا في المباراه، خلقوا من راسهم متنفس، حيدوا من راسهم شويه من الستريس في ان فرنسا تقدر تماركي عليهم شي هدف مباغت. ولكن الاحصائيه المرعبه ديال اسبانيا شنو هي؟ الاحصائيه المرعبه ديال اسبانيا انها في بطوله كاس العالم كامل لم يدخل مرماهم سوى هدف واحد اخوتي، هدف واحد. وشكون اللي ماركا؟ سجلاتو بلجيكا اخوتي في المباراه اللي قبل المباراه ديال ربع النهائي، سجلاتو بلجيكا. تخيل معايا لعبوا مع من؟ لعبوا ضد الاوروغواي. اوروغواي الهجوم ديالها شرس، رغم انهم ما جاوش في هذا كاس العالم الا انهم خلقوا وسجلوا هدف. لعبوا ضد الراس الاخضر، قولوا الراس الاخضر الدفاع ديالو قوي وما مشكلش شي هجوم قوي. واخ لعبوا ضد السعوديه بعدا في مباراه ديال اسبانيا ما جاوش. لعبوا ضد البرتغال يا جدك. لعبوا ضد البرتغال ما سجلتش عليهم. لعبوا ضد النمسا ما سجلتش عليهم. شكون اخر لعبوا مع فرنسا ما سجلتش عليهم. عرفتي شنو هي فرنسا ما تسجلش عليك اخوتي؟ بديك الترسانه ديال قريش اللي عندها في القدام. علاش؟ حيتاش عرفوا يقراو الخصم ولعبوا على هذيك النقط وما دخلوش بلي انهم فرنسا اقوى منا. لا، حنايا عندنا سجل مزيان مع هاد فرنسا هذه. فرنسا اللي خلعاكم نتوما راه قصيناها حنايا في كأس الامم الاوروبيه في نصف النهائي، قصيناها في الدوري الاوروبي للمنتخبات في نصف النهائي، ودابا حنايا عملنا معاهم الواجب قصيناهم عاوتاني في نصف النهائي واحد اخر. صافي دابا راه فرنسا عندها واحد العقده اسمها عقده اسبانيا والنصف النهائي. ضربوهم في ثلاثه، جابوهم في ثلاثه، لعبوا معاهم بجديه، كيدخلوا كيعطيهم. كتعجبني انا اسبانيا ضد فرنسا، دائما كتعجبني. كتدخل كتركز معاها، تقول لي مبابي ولا ديمبيلي ولا انت عندك الافراد، انا عندي التشكيله، انا عندي المنظومه، انا عندي اللاعب الممنهج. صافي اسي محمد، عندك رودري، عندك فابيان رويس، عندك راه بورو. عرفتي بورو راه كيلعب مع توتنهام؟ راه بورو راه عرف شحال من واحد يلا عرف هاد بورو شكون هو. تناد كاس العالم. كوكوريا مشهور بشعره، كوكوريا يبدل الحسانه ما يبقاش مشهور. واخا انه كيقدم واحد من اجمل الاداءات، وريال مدريد راه جابته، راه صفقه واعره. الحارس ديالهم تا هو كيعرفوه الناس اللي كيتفرجوا في الليغا. ولكن فاش كيلعبوا كاملين منظومه. أرى ضحكوا العالم على فرنسا البارح. واحد تيكي تاكا وكرة نقية، وفرجونا كرة واستحوذ على الكرة، كديها لهم الكرة كيجريو من موراها كيجيبوا الكرة شوية، سجلوا الهدف. ما كاينش ديك الهايب طالع يلا نهبطوا كاملين لا، شوية تك 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 تسلم الشوط الأول. الشوط الثاني عاود تك 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 جات الكرة سجلناها تك 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 تك. صافي يعني من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخرانية هما اللي تحكموا في الريتم المباراة. فويا خي طلعوه فويا خي هبطوا، فرنسا كانت هي كتفرج، والأسماء الكبيرة ديالها كانوا هي كيتفرجوا وكيجريو مول الكورة. كيش خرجت لهم واحد اللقطة، مبابي خرج على السيطرة، مشى ضرب الحارس الإسباني واحد لعبة اونغ فانغ العيد الغمرة، ضربوا لهنا. عطاه الحكم صفرة. انا صراحة كنت نقدر ندخل في النقاش انها ورقة حمراء، ولكن ما ندخلوش في ديك الدوامة هذيك، غير نهضروا على هذه النقطة. شحال الخدمة ديال اسبانيا كانت واعرة في هذه المباراة، خرجاتهم من السيطرة. الملعبية ديال فرنسا راه 90 دقيقة وما كيفتشوا على الكرة، وفاش كتجيهم الكرة اسبانيا كتاخذها لهم بسهولة وبسرعة كبيرة، رق. وبالتالي اسبانيا اللي لم تبن على وجهها المرعب طيلة كأس العالم بخطوات متواضعة، وصلت نصف النهائي، جات حتى المباراة نصف النهائي وهي توري لك وجهها المرعب. السيطرة، استحواذ، لاعب مباشر، لاعب في الخلف، تحكم في مجريات المباراة، صعود الرتم، نزول الرتم، تغييرات مميزة. كيدخل ملاعبي كيخرج ملاعبي بحال ما غيرتي والو. اللاعب كيبقى ماشي تيكي تاكا نظام. صافي واستحقوا انهم يمروا بجدارة واستحقاق، وعلمونا درس حنا المغرب بلي انك بغيتي يا سي محمد تفوز بكأس العالم، ولا بغيتي على الاقل تحافظ على الكرامة ديالك كصورة لمنتخب مرعب من 10 الاوائل في العالم، ها
طريقة اللعب اللي خصك تلعب بها. لا يهم الاسم الذي ستواجهه، لا يهم الأسماء الذي يمتلكها الاسم الذي ستواجهه. وخدمة على خدمة على خدمة، ما تنوش تقلب لك على خدمة، والخدمة على الداس عليك انت. حنا في مباراة ديالنا ضد فرنسا فكرنا في الخصم كثر ما فكرنا في راسنا، وفاش دخلنا جبرنا راسنا كنفكروا الخصم كثر ما نفكروا شنو خصنا نديروا باش نغلبوا داك الخصم. اسبانيا خدموا على راسهم، دخلوا للملعب، جيب لهم جيبوتي، جيب لهم فرنسا، جيب كون ما بغيت، غيعطيوهم حقهم، غيستحوذوا على الكرة وغيلعبوا مع الكرة صافي. ما كيهمش الاسم، كتهم 90 دقيقة في الملعب غنديروا خدمتنا، كنديروا خدمتنا. كندخلوا كنفرعوا الدنيا ما كاين. وبالتالي الاخوان كتكون اسبانيا مرت الى نصف النهائي الثاني ديالها في التاريخ ديالها. النهائي الاول ديال في التاريخ ديالها كان هو النهائي 2010 واللي فازت فيه على هولندا بالاشواط الاضافيه بهدف اندريس انيستا التاريخي. وحاليا غادي يلعبوا النهائي الثاني ديالهم في التاريخ ديالهم. شكون غيكون الخصم؟ واش المنتخب الانجليزي ولا المنتخب الارجنتيني؟ هادشي اللي غنكتشفوه اليوم في المباراه الثانيه للنصف النهائي. خليوا لي في الكومنتيرات في التعاليق رايكم، شكون اللي غيقدر يواجه المنتخب الاسباني في نهائي جديد، نهائي اللي غيكون مختلف. نظرا كانت واحد الاحتماليه انه غيتكرر نفس النهائي ديال 2022 تقدر تلعب فرنسا ضد الارجنتين، ولكن اسبانيا دمرت هذه الاحتماليه وحجزت لنفسها مقعدا في نهائي عن جدارة واستحقاق. وبالتالي سننتظر ماذا سيحدث في مباراة الأرجنتين وإنجلترا. مباراة غادي تكون بدنية قوية وفيها الكثير من حرب الطوائف مبارزة السيوف ومبارزة الديوك في هذيك الشيء كامل، وغنشوفوا شكون اللي غادي يدوز ان شاء الله. ما علينا خوتي، كانت هذا قراءة خفيفة ظريفة المباراة الأسطورية اللي قامت بها إسبانيا ضد فرنسا، وقصات أرعب منتخب كان في هاد كأس العالم، وأبانت على أنك خصك تآمن بالحظوظ ديالك إذا بغيتي تفوز بكأس العالم من أول مباراة إلى آخر مباراة. وما خصكش تخلي اسم الخصوم يغير الانرجي والطاقة ديالك في التركيز والرغبة في المرور إلى الأدوار القادمة. إسبانيا علمت فرنسا درسا قاسي، وعلمتنا أيضا درسا قاسي، لأننا لم يكن علينا أن نرتعب من اسم فرنسا ومن أسماء لاعبيها وأين يلعبون وفي أي دوريات وما الفارق الذين يقومون به داخل الملعب. وكان علينا أن نقوم بجدية وعمل أكبر من أننا على الأقل كنا نبان بوجه يشرف كرتنا ويشرف مركزنا في تصنيف الدولي للفيفا. ما علينا خوتي، هادشي اللي كان. نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. فيديو جاي غادي نديرو لكم اليوم نيت ونهضروا فيه على جوج مواضيع بعجاله، اللي هما الدور الرمضاني الافريقي اللي غادي يبدا موتسيبي، وايضا الندوه الصحفيه اللي قام بها وهبي، ونعطيكم رايي المتواضع في هاد جوج مواضيع اللي غنجمعوهم فيديو واحد. هادشي اللي كان. نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله خوتي، يلا تشاو.